مساء الجمال على حبايبنا في كل الدنيا. النهاردة هنشرح طريقة عمايل صينية الكنافة، ودلوقتي تعالوا معايا نشوف الطريقة اللي هنشتغل بيها. ودلوقتي معانا كيلو كنافة. طبعا الكنافة جاية شعر بالطريقة دي كده، فاحنا هنحاول نفرفت الشعر ده خالص، نمسكه ونقطعه كده. احنا عملنا الكنافة بالشكل ده كده. هنجيب معلقة صغيرة سكر بودرة، هنرشها عليهم. هنجيب شوية سمنة، شوية صغيرين من السمنة، ورشها على الكنافة. بعد كده هنقلب الكنافة كلها ببعضيها في السكر في السمنة، ندعكها مع بعض خالص. صوتيها كده. احنا دعكناها بشوية السمنة مع شوية السكر. نجيب الصينية بتاعتنا، هنحط شوية سمنة في الصينية كده، ايه، نمسح الصينية سمنة من تحت كده. احنا مسحنا الصينية سمنة. هنجيب الكنافة بتاعتنا ونفرش طبقة تحت في الأول. نحاول نكبس الطبقة الأولانية قبل ما نحط المكسرات بتاعتنا. بعد كده نجيب المكسرات بتاعتنا اللي هو الزبيب على الفول على جوز الهند، هنرشها في النص كده. حطينا المكسرات بالشكل ده كده. نجيب الطبقة التانية بتاعت الكنافة، نحاول نغطي الطبقة الأولانية والمكسرات، منخليش حاجة منها تبان كده بالمنظر ده. نكبسها بقى، نكبسها جامد. دلوقتي احنا خلصناها تكبيس. هجيب برضه كيس سلوفان بالشكل ده كده، واجيب حاجة زي دي صينية تانية كبس بيها خالص بالشكل ده كده. كده بعد ما كبسناها بالمنظر ده كده، نجيب السمنة بتاعتنا ونشربها سمنة كويس. أهم حاجة نسقيها سمنة كويس. معانا السمنة بتاعتنا سايحة مش جامدة عشان تشرب. طبعا احنا كده سقيناها السمنة بتاعتها، خدت معانا كده الصينية دلوقتي كيلو الا ربع سمنة بالظبط. طبعا السمنة اللي هتتبقى من يعني اللي هتزيد معانا بعد ما نسويها ونطلعها، لو في سمنة زيادة هتبان معانا في الصينية. وقت ساعتها هنصفيها من الصينية ده إذا فاض معانا سمنة. دلوقتي هنفتح الفرن بتاعنا وندخلها. مش شرط برضو إن أنا أسخن الفرن ولا حاجة. نظبط التايمر بتاعنا على 180، نديلها نص ساعة. شغل التايمر واديلها نص ساعة كده. احنا ظبطنا الحرارة على 180 وادينا لها نص ساعة كده. التايمر فصل معانا. نفتح الفرن ونشوف الأخبار إيه. طبعا لسه بيضة قدامي، هتاخد لها كمان نص ساعة. نظبط التايمر بتاعنا تاني على نص ساعة. وبعد نص ساعة نرجع تاني نشوف الأخبار. نفتح ونبص عليها بعد ما عدى معايا. قبل ما يعدي معايا نص ساعة افتح وابص عليها.
لسه قدامي قربت تاخد لون. هعلي الحرارة عليها شوية على 200. انا كنت ظابط الحرارة على 180 في النص ساعة الاولاني. يبقى احنا كده ايه، ظبطنا الحرارة على 200، علينا الحرارة شوية بحيث ان يبقى فاضل ربع ساعة ونطلع. كده التايمر فصل معانا للوقت التاني، يبقى كده خدت معانا ساعة. هنديلها كمان 10 دقايق على درجة الحرارة 200 برضو زي ما هي. يبقى كده هتاخد معانا، احنا كده ادينا لها الساعة، منهم نص ساعة في الأول على 180 والنص التاني ظبطنا لها الحرارة على 200، وطبعا درجة الحرارة برضو 200 زي ما هي، وتاخد لها 10 دقايق كمان. يبقى كده مجموع الوقت اللي هي خدته ساعة و10 دقايق بالظبط. كده التايمر فصل معانا بعد ال10 دقايق الأخرانيين زي ما قلنا. اللهم صل على النبي. بقت الصينية طالعة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بالمنظر ده كده. كده احنا العسل معانا طبعا جاهز. نجيب العسل بتاعنا. العسل طبعا سخن مش بارد. نسقيها عسل كويس جدا. ادينا بنسقيها بالشكل ده كده، متخليش حته ما تشربش، نحاول نشربها كلها. وطبعا العسل اللي هيتبقى معانا في الصينيه هنصفيه، ده اذا اتبقى عسل. اهم حاجه نسقيها عسل كويس جدا، والعسل بتاعها تقيل مش خفيف. زي ما شرحنا قبل كده، عسل البسبوسه والهريسه بيكون خفيف، لكن عسل الكنافه بيكون تقيل، نفس بقى العسل بتاع بلح الشام. كده احنا سقيناها العسل بتاعها بقى بالمنظر ده كده، حاجه بسم الله ما شاء الله، مفيش بعد كده. صوص الماء ده. وبكده ختام حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني كل يوم معاكم بفيديو جديد إن شاء الله.